ايه اول وجهة نظر انت بتاخديها اول لما تقابلي واحد بدأ؟ شيخ، يعني شخص متدين مثلا، ممكن نقول هو متشدد او رخم في التعامل او كل ده احنا بنقوله بالنسبه لنا، بالنسبه لوجهه نظرنا اللي انت اتعاملت مع حد قبل كده بدقن فحكمت على اي حد بدقن بعد كده وجهه النظر دي. احنا عندنا في الفيزياء نفس فكره النسب دي، او حاجه بالنسبه لك ايه؟ بالنسبه لنا احنا بنطبق الموضوع ده على السرعه، في حاجه اسمها السرعه النسبيه. السرعه النسبيه دي سرعه بالنسبه لعينيك، عينيك بتقدر سرعه الحاجه اللي قدامك فبتحكم عليها. تمام؟ طيب انا بالنسبه لي السرعه النسبيه دي انا قلت ان هي بتحكمها عينيك، فلازم تراقب الحاجه دي فتحكمها بعينيك. فبالنسبه لي العنصر الاساسي في السرعه النسبيه حاجه اسمها المراقب. حاجه اسمها المراقب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما اجي اطلب منك سرعه نسبيه او اقول لك تعريف السرعه النسبيه ايه، هتقول لي السرعه بالنسبه لمراقب ساكن او متحرك. في شخص بيراقب الحاجه اللي بتتحرك دي، سواء هو ساكن كده زيي ما بيتحركش وشفت عربيه محركه قدامي فالسرعه اللي شايفاها عيني بقى دي سرعه نسبيه. تمام؟ وفي شخص تاني ممكن يكون متحرك، اللي هو عربيتين ماشيين جنب بعض، يا اما عكس بعض في الاتجاه او مع بعض في نفس الاتجاه. فهمت اللي انا اقصده ايه؟ يبقى بالنسبه لي هي دي فكره السرعه النسبيه. طبيعه الحركه بين اي جسمين بيراقبوا بعض او حد فيهم بيراقب التاني تبقى مبنيه على حاجه معينه اللي هي الاتجاهات. يعني مثلا انا عندي المراقب ساكن، تمام، وفي جسم بيتحرك قدامه، زي مثلا انت واقف على الرصيف، تمام، وشفت مثلا وليكن عربيه معديه قدامك وانت ما بتتحركش، تمام، او اللي انت شفت ده سرعه نسبيه. طيب افتراضا ان انت في عربيه وفي عربيه ثانيه ماشيه معاك في نفس الاتجاه، دي برضو لها سرعه نسبيه. تمام؟ طيب افتراضا لو انت ماشي في اتجاه كده وعربيه ماشيه عكسك، دي برضو لها سرعه نسبيه ولها طريقه حسابات ثانيه ومختلفه عن كل اللي فوق. طيب هنمشيها واحده واحده، وخد بالك لما نيجي نتكلم على السرعه النسبيه في حاجه اللي هي تعتبر برضو اختها التوأم بس اللي غير متشابه، اللي هي السرعه الفعليه، اللي هي السرعه الحقيقيه للجسم بتاعك. تمام؟ افتراضا ان انت شايف العربيه اللي قدامك بتتحرك دي سرعتها 50، دي سرعتها النسبيه بالنسبه لعينيك او بالنسبه للمراقب. تمام؟ بس السرعه اللي في العداد وليكن ممكن تكون 100. تمام؟ هو في فرق بين الاثنين، في فرق بين الاثنين. لما نيجي هنا في اول حاجه هنقسم كده كل حاجه عندي لحاجتين، هنا دي هنكتب هنا السرعه نسبيه، وهنكتب هنا سرعه فعليه. لما يكون عندي المراقب ما بيتحركش وفي حاجه هي اللي بتتحرك اللي هي العربيه او ايا كان الجزء او الاوبجكت اللي بيتحرك قدامي، تمام، يبقى ساعتها السرعه النسبيه بتساوي السرعه الفعليه. يعني السرعه اللي شايفاها عينيك هي السرعه اللي هو بيتحرك بيها، هي السرعه اللي هو بيتحرك بيها. فهمت اللي انا اقصده ايه؟ يبقى انا بالنسبه لي ده اللي انا بحكم فيه، اللي هي السرعه النسبيه بتساوي السرعه الفعليه في الحاله الاولانيه، اللي هو لو المراقب ساكن ما بيتحركش. لو المراقب ساكن ما بيتحركش. طيب تعالى نفترض بقى ان هما الاثنين بيتحركوا في نفس الاتجاه مع بعض. ساعتها السرعه النسبيه هتساوي ناتج طرح. ناتج طرح مين بقى؟ سرعه الجسيم او الجسم ناقص سرعه المراقب. علشان تفهم بس الحاله بتاعتها دي، اللي انا عايزك تتخيل مثلا اللي انت راكب قطر، تمام، وماشي في اتجاه معين، لقيت في عربيه ماشيه جنب القطر ده في نفس الاتجاه على الاسفلت بقى، تمام، ممكن تلاقي القطر سابقها، هتبان لك ان العربيه بتتحرك بسرعه بطيئه، صح؟ اهي دي السرعه بالنسبه لعينيك. تمام؟ وليه كانت بطيئه؟ عشان في عمليه طرح حصلت دلوقتي، اللي انت عينيك اوتوماتيك طرحت السرعه اللي انت سرعه العربيه ناقص سرعه القطر اللي انت فيه. فهمت الفكره ماشيه ازاي؟ فبان لك ان العربيه بطيئه. تمام؟ فبالنسبه لي لما اجي احسب السرعه النسبيه في الحاله دي، ساعتها بطرح السرعتين اللي موجودين عندك في المساله من بعض. تمام؟ طيب هنا بقى لما اجي احسب السرعه الفعليه، السرعه الفعليه عكس السرعه النسبيه. يعني السرعه الفعليه هتساوي السرعه النسبيه زائد سرعه الجسم او المراقب. بلاش سرعه الجسم، نخليها هنا سرعه المراقب. سرعه المراقب. تمام؟ فهمت الحاله دي؟ صعبه؟ ماشي. طيب نيجي على الحاله
التالتة، انا بالنسبه لي اللي هما بيمشوا عكس بعض. انا هنا طرحت، اما هنا هجمع. تمام. اشمعنى هجمع علشان انا عندي حته اللي هو ايه، انا عندي جسمين بيمشوا عكس بعض بالشكل ده. تمام. انت لو شفت عربيه كده ماشيه وعربيه تانية جت في وشها، انت مش هتحس ان العربيتين دول الهواء جه خبط في وشك خبطه جامده. ليه؟ هو الموضوع بالنسبه لك زي فكره اللي هو ايه، السرعه النسبيه برضه، اللي انت بالنسبه لك شايف العربيه او القطر مثلا اللي جاي كده وانت قاعد كده، انت شايفه كده واخد سرعتك وسرعته ومتحرك، هو واخد السرعتين مع بعض. فهمت اللي انا اقصده ايه؟ اشمعنى كده؟ علشان انت بالنسبه لك السرعه بتكون متضاعفه غير السرعه الطبيعيه، فبالتالي انا لما احسب السرعه النسبيه بقى تبقى جمع. فهمت الفكره بتاعتها ماشيه ازاي؟ يبقى هنا لما اجي احسب السرعه النسبيه هتبقى مجموع سرعه الجسم او السرعه الفعليه يعني زائد سرعه المراقب. وطبعا احنا قلنا ان السرعه الفعليه عكسها، فهتبقى هتساوي السرعه النسبيه ناقص سرعه المراقب. في حاجه صعبه؟